أقدم شخص زوال يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري على توجيه طعنات لزوجته داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية في مدينة سلا. ووفق مصادر موثوقة فإن الأمر يتعلق بقضية طلاق يعالجها القضاء داخل ابتدائية سلا بعد هدم محكمة الأسرة بالمدينة في انتظار استكمال أشغال البناية الجديدة. وكشفت المصادر أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى جراء إصابتها بجروح في الوجه والعنق، فيما تم اعتقال المعني